أصدقاء. كان لرجل ولد اسمه ظاهر رباه تربية حسنة، ولما كبر ظاهر صاحبه رفيق سوء يعصي والديه ويكذب في حديثه ويخلف وعده ويؤذي الآخرين. علم الوالد أن ابنه في مصاحبة رفيق سوء، فنبه ابنه إلى عدم مصاحبته قائلا له: إن من يخالط أصدقاء السوء يصبح مثلهم. فرد ظاهر: لا تخف علي يا والدي من مصاحبتي، فلن أتخلق بأخلاقي. قام الوالد بإحضار ليمون في سلة وفي وسطها ليمونة فاسدة، رأى ظاهر هذه الليمونة الفاسدة فأراد إخراجها، فقال له والده: اترك لتعرف تأثيرها في بقية الليمون. وبعد أيام نظر ظاهر إلى الليمون فوجده قد فسد كله، فقال له والده: أرأيت يا ابني كيف أن الليمونة الفاسدة أفسدت ما جاورها؟ كذلك من يصاحب أصدقاء السوء يصيبه ما أصاب الليمون. عرف ظاهر تأثير الليمونة الفاسدة في أخواتها، كما أدرك أيضا أن مصاحبته لرفيق السوء قد أثرت فيه، فندم على ذلك وعزم على ترك مصاحبته لرفيقه السيء. وحين عرف الوالد ذلك قال: الحمد لله، فقد عرفت خطأك يا ابني. الإسلام يحثنا على حسن اختيار الأصدقاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. صدق رسول الله. برقد نكي بار فريستو بيني شاك بافينايو، برقد نكي بار فريستو بيني شاك بافينايو، جاجي أو بختي بساستو بنتي سكبديو بولاي برتان برتان وعبرتان برتان برواخ قارني.